محمد صلاح ابو جريشه فات حلو قوي اهو، حضر عليها وبمهاره رقص شوبير وحطها حلو قوي. محمد صلاح ابو جريشه هداف مفيش كلام. 1-0 للاسماعيلي. بيعتمدوا على الكرات الطويله، انا لسه بتكلم فيها حته الكرات الطويله دي هم بيقطعوا بيعملوها على طول في المنطقه العاليه او في الناحيه العكسيه. محمد صلاح ابو جريشه وتعدي، يا خبر ابيض، ولسه في خطر. جول! محمد صلاح ابو جريشه بيجيب الجول الثالث. 3-1 جوه الجول. ادي تشيل عبد الصمد تروح على طول في اليمين، لا توصل لمحمد صلاح ابو جريشه يحط صاروخ حلوه حلوه حلوه. جول 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 جول. الله 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 الله. الجول الاول للنادي الاسماعيلي وحرزه الفنان محمد صلاح ابو جريشه بقذيفه على يمين شوبير لا يسأل عنها ابدا، ويبقى 1-1 في الدقيقه 40 من الشوط الثاني. منتهى الخطورة على مرمى الخصم. وادي ضربة الجزاء ومحمد صلاح ابو جريشه وسامي عبود. محمد صلاح ابو جريشه وصفر الحكم وداخل محمد وجوه الجول. جوه الجول. الجول الثاني للنادي الاسماعيلي. بعد الدقيقة الرابعة ابو جريشه حط الكورة او هدف صلاح ابو جريشه. 5 دقايق من الشوط الاول. بيلعبها لمقطوعه بياخدها زامل وهجمه مرتده للاسماعيلي وماشي زامل وبره محمد صلاح ومحمد صلاح ابو جريشه وهاتريك ناوي النهارده ان يعمل حاجه، انما زامل هلال لعبها له حلوه. ثانيه هناوي انطلق من الخلف للامام ومش اوفسايد. هنا حب يوقفها هناوي، دول اثنين طبعا عارفين ويخش الجون بيطلع وتقع من ايده. شوف محمد صلاح ابو جريشه هيعمل ايه. موه برضه خبطت الكوره في رقم 4 كولاريس ويبقى الهدف. دلوقتي اعتقد لم يفطن لاعبي النادي الاسماعيلي اهي الجبهه دي اللي انا بتكلم عليها دي جبهه مفتوحه تماما ويقدر يعدي زي ما هو عايز. خالد بيبو هوبا عملها محمد صلاح ابو جريشه. والله خالد بيبو احد نجوم النادي الاسماعيلي الصاعده بمجهود فردي يرقص سامي الشيشيني ويعدي وبانكار للذات وجماعيه في الاداء يعمل باص تنس وسهل على طبق من فضه لمحمد صلاح ابو جريشه، هداف كاس مصر وهداف النادي الاسماعيلي وثاني هداف الدوري ب 13 هدف، يحرز هدفه السادس في بطوله كاس مصر ويتقدم للنادي الاسماعيلي على نادي الزمالك. يا سلام يا خالد يا بيبو، مهاره عاليه قوي، قوه واصرار وسرعه. في مرمى فريق الهلال مشاهد من رفع رسمه جميله كانت من محمد بركات واسلام الشاطر، عرضيه مرت من بركات لكن وجدت محمد صلاح ابو جريشه قائد فريق نادي الاسماعيلي وهدف التعادل للاسماعيلي من محمد صلاح ابو جريشه. والدقيقه 28 الى الانعزام عندما شوط المباراه الثاني عمل توقيع محمد صلاح ابو جريشه على هدف التعادل في هذا اللقاء. قال الاثنين واحد، ما هو الهدفين مؤثرين بالظبط. كسبان قبل كده من 4-1-0 هدف مؤثر. ادي بركات وهدف لمحمد صلاح ابو جريشه الاولاني طبعا. الحقيقه احنا شايفين فعلا يمكن هذا بالنسبه للاعبي النادي الاسماعيلي السابقين محمد صلاح وبسيوني وايضا ايمن رمضان نفس التقليد، لابسين فانيله حرس الحدود ومن تحتها فانيله نادي الاسماعيلي. زي ما حضراتكم شايفين حب النادي الاسماعيلي حتى
بعد الانتقال لنادي اقصى. كابتن محمد صلاح ابو جريشه الطبقية القليلة من عمر اللقاء، وادي ضربة راس حلوة 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 يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. هدف ثاني جميل من محمد صلاح ابو جريشه. الله صلاح ابو جريشه، شايفين حضراتكم ارتقاء وبيحط واحدة فين مباشرة. ادي الهدف الجميل بتاع محمد صلاح ابو جريشه، متميز من زمان محمد صلاح في العاب الهواء، ولكن حطها فين؟ على المستوى يعني كان بيتحرك بلا خطوره وداخل ال 18. اما اتواجد داخل ال 18 عند القايم القريب قدر يقطع بطريقه جيده جدا واحرز هدف جميل يعتبر من الاهداف الجميله. فتعادل الاسماعيلي في بعد دقيقه فقط من احراز المقاولين لهدفه من فاول. اكيد كان الاسماعيلي جايز محتاج ان لا قدر الله بقى يخش في هدف في اول مباراه عشان يشتغل بطريقه ايجابيه. ده لوغاريتم اللاعب المصري، اللاعب المصري يعني مستني يقع في مشكله عشان يحل هذه ده لوغاريتم اللاعب المصري، لازم يجي فيه هدف عشان يتحرك ويتحمس. ربع ساعه الاخيره من احلى ربع ساعه في المباراه. الكابتن محمد صلاح بخبرته الكبيره استطاع ان يحقق هدف الفوز للنادي الاسماعيلي، الهدف الثاني للنادي الاسماعيلي. رايك بقى وتعليقنا على هذا الهدف برضه تمريره بالعرض كده